الزواج واحدة من أهم محطات العمر. أكو ناس تفضل تتزوج موظفة، وأكو اللي يفضل ربة بيت. نزلنا راح نلتقي بالناس وراح نسمع تجاربهم وراح نعرف رأيهم بالموضوع. مو شرط يعني الموظفة هي المعيار الأساسي، ولا ربة بيت أيضا هي المعيار الأساسي. الشرط أهم شيء تكون أخلاقها حلوة، تكون محترمة، تكون مؤدبة. ربة بيت ولا الموظفة نفس الشيء عندي، لأن هاي مرة وهاي مرة. الشخص اللي متربي تربية صحيحة سواء كانت ربة بيت أو كانت موظفة هي تلتزم بالعائلة والبيت. برأيي الشخص أفضلها ربة بيت. أخلاقها تربيتها حلوة. أول شيء هي إيمان بالله سبحانه وتعالى ونعمة بالله، وثاني شيء يعني هي نزوجها وبيتها وتحافظ عليهم، وهذا كل شيء بعد كل شيء بنريد. نوع صبورة وحبابة وبيت. من عندنا وبينا علاقة المسلمة، يعني تعرف الله، تقرأ قرآن. وبالنهاية الشريك الصح سواء كانت موظفة أو ربة بيت هي اللي راح تبني بيتك، مو طبيعة العمل.